ازاي ربنا هيرزقك؟ ربنا قال لسيدنا موسى اضرب بعصاك البحر. يا العصاية هي اللي هتفلق البحر ولا إرادة ربنا؟ أكيد إرادة ربنا، بس اعمل اللي عليك علشان أنا أعرف أرزقك. سيدة مريم كانت والدة لوحدها سيدنا عيسى. ربنا قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هو النخل بيتهز؟ حتى لو بيتهز، واحدة والدة زي كده تعرف تهز نخلة؟ أبدا. بس اعملي أي حاجة عشان أعرف أرزقك عليها. سيدة هاجر كانت والدة سيدنا إسماعيل لوحدها في الصحراء. فضلت تسعى وتجري بين الصفا والمروة، هي قاعدة بتجري في الصحراء مش عارفة هي بتجري ليه، بس واثقة إن ربنا مش هيسيبهم. واسمه السعي بين الصفا والمروة 7 مرات، وابنها يخبط برجله في الأرض لحد ما أراد ربنا يرزقهم بخبطة رجله دي، ومكان خبطة رجله دي ببير مية في أطهر وأنقى وأنضف مية على وجه الأرض. ربنا مش هيرزقك وانت قاعد في البيت بتتفرج على التلفزيون. ربنا مش هيرزقك وانت قاعد على القهوة. ربنا مش هيرزقك وانت نايم. ربنا مش هيرزقك وانت ما بتسعاش وما بتعملش اللي عليك. فكر واسعى واعمل اللي عليك وما تزهقش، يمكن قربت.